انا جيت. في البدايه بس جالي اكتر من تعليق ان الاضاءه مش احسن حاجه وان الصوت مش احسن حاجه. حاولت اظبطهم بقدر الامكان وهستنى تقولي ان كده اتظبطوا ولا لا، ومحتاجين اي تعديل في اي حاجه. انا بستنى كل اقتراحاتكم عشان هي اللي بتساعدني ان انا اكبر بيكم. حاجه بقى احنا قررنا ان احنا نجرب حاجه مختلفه المره دي، وهي كانت بيتزات. ولقينا محل كويس جدا، هنقوله مكانه. هو ليه فرعين في اسكندريه، هنقوله مكانه فين لو طلع الاكل تمام، لو طلع اي كلام ولا كاننا جربنا حاجه. هنشوف النهارده. انا جبت من عنده فطاير وجبت من عنده بيتزا، وهنشوفه دلوقتي الطعم ايه والكواليتي بتاعته ايه نظام واسعاره ايه وكل حاجه عنه هتبان معانا في الفيديو دوت. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا بسرعه نجرب. يلا بينا. دول 2 فطير وواحده ببيتزا. انا جبت البيتزا مارجريتا وجبت الفطير واحده بالبسطرمه واحده بالسجق. قلنا هنجربوهم مع بعض النهارده، وواحده واحده هنعرف هل يستحق ان احنا نعرفوه تاني ولا لا. يلا بينا نبدا باول حاجه معانا. نجرب فطيره بالسجق ونشوف طعمها ايه ودنيتها ايه والكواليتي بتاعها ايه نظام. ده شكل الفطيره معانا. الفطيره بتيجي بالشكل ده زي ما انتم شايفينها كده. دي اول فتحه ليها حالا احنا شايفينها مع بعض، مع 2 كاتشب. غلفه كاتشب من على الوش زي ما انتم شايفين. دخان ريحتها مش عايز اقول لكم. جربوها مع بعض كده ونشوفوا. الريحه جميله جدا. طيب احنا عايزين نشوف ايه الرأي في الطعم ونشوف. انا شايف ان هي عليها ايه، جبنات من على الوش وعليها فلفل وطماطم، وده شكلها من جوه والحشو بتاعها من جوه ده في قطعه واحده. انا شايف ان هي الحشو ده يبقى ممتاز كده في قطعه واحده، يعني انا شايف حاجه كويسه. الريحه رائعه. طيب خلينا نجرب. بسم الله. جودة اللحم المعمول من السجق طعمها جميل جدا. هي عدبة سنة بسيطة، يعني محتاجة ملح حاجة بسيطة، لكن الجبنة طعمها كويس. خلينا ندوق مرة كمان كده عشان أتأكد بس من إيه طعم الجبنة تاني. الجبنة طعمها واضح وحلوة. هي مش أحسن حاجة، يعني في جبنات أحسن من كده، دي مش أحسن كواليتي، لكن السجق طعمه حلو قوي ممتاز. العجينة بتاعة الفطير هشة وجميلة، يعني طبقات حلوة. بص زي ما انتم شايفين كده طبقات، فالطعم حلو قوي ممتاز بصراحة. يعني انا شايف ان لحد دلوقتي دي الفطيرة الاولى طلعت جميلة جدا. انا هدي فطيرة تقييم 8 من 10 بسبب ان هي عدبة سنة والكواليتي بتاع الجبنة مش افضل حاجة، لكن ككواليتي مقابل سعر انا شايف انها سعرها كويس. يلا بينا بقى نجرب البسطرمة مع بعض عاملة ايه. هتبان اكتر في البسطرمة. ده شكل فطيرة البسطرمة زي ما انتم شايفين، نفس الشكل تقريبا مع 2 كاتشب. بس هو في تعليق بسيط جدا ان انا شايف ان هو لا حاطط شوك ولا حاطط معالق ولا حاطط سكاكين ولا اي حاجه، كله بايديكوا على طول زي ما انا بعمل كده. طيب احنا هناكل فعلا بايدينا. نشيل السخان. سخنه وريحتها رائعه. بصوا شايفين يعني كميه البسطرمه فيها كتير. انا شايف بصراحه سخنه برضو حلوه. انا شايف ان الحاجه، انا شايف حتى شايفين بسطرمه كتير في القطعه. فخلينا ندوق الطعم. هي الريحه باينه جدا، هي ريحتها حلوه قوي. بسم الله. من الواضح ان كمان البسطرمه طعمها حلو، لكن برضه نفس التعليق الاولاني ان مفيش ملح كتير، هي عادبه شويه. ممكن تناسب ناس تانية، لكن انا بالنسبه لي طعم الملوحه ده بيفرق معايا في الاكل بصراحه. يعني انا لما اكمل اكلها هحتاج احط ملح عليها او مخلل جنبها ممكن عشان يظبط الطعم، لكن انا بالنسبه لي مش هقدر اكلها كده من غير ملح، يعني ملحها قليل. لكن هو كجوده عامه انا شايف ان نفس برضك الفطير طبقاته كويسه ومخدومه كويس، وعلى الوش فيه جبنات. والجبنه حتى اللي على الطبقه الفريش كويسه الى حد ما. الكواليتي بتاع الجبنه مش احسن حاجه زي ما قلت في الفطيره الاولانيه، لكن كحد عام هي فطيره كويسه مقابل سعرها. انا شايف ان الحجم بتاعها كويس، سعرها كويس، وده حجمها. والحشو بتاعها كويس جدا كتير. والطبقه بتاعتها اللي على الوش الجبنات بردك تمام، كله تمام زي الفل. والفطير بصراحه لا غبار عليه في اي شيء. فاحنا كده الفطير معانا يعني زي ما هي 8 من 10 برضو، عشان بس التركيه بتاعت الملح ديت وطعم الجبنات مش افضل كواليتي. يلا بينا نخش نشوف البيتزا بقى. انا كنت جايب بيتزا مارجريتا، هنشوفها دلوقتي مع بعض.
ده شكل البيتزا معانا. بيتزا حاطط بردك 2 كاتشب، بس المره دي بقى هو حاطط شوكه وسكينه. طبعا لو هم الشوكه والسكينه مش افضل كواليتي بردك، يعني اعتقد ان هم مش هيقدروا ياكلوا البيتزا كويس يعني، بس خلينا مقتنعين ان المره دي هو اقتنع ان البيتزا بتتاكل بشوكه وسكينه، ده لازم يعني. طيب خلينا نجرب طعم نفسه ونشوف ايه الدنيا. ده شكل البيتزا، الحجم بتاعها مش كبير قوي. هنجربوها بقى. بسم الله. ده سلايس البيتزا. بسم الله. العجينه بتاعت البيتزا هشه وطريه وحلوه، لكن انا حاسس ان ده مش طعم البيتزا اللي احنا متعودين عليه. الكواليتي مش احسن حاجه في البيتزا، الفطير كويس قوي، كواليتي البيتزا مش احسن حاجه. طبعا الخامات بتاعه الجبنه حتى لو كانت هي المستخدمه في الفطير، بس انا حاسس ان البيتزا فتحتها اكتر. يعني انا شايف ان البيتزا مش افضل حاجه. بصوا دي شكل العجينه بتاعت البيتزا، انا شايف ان هي هشه متسويه كويس، كل حاجه تمام، لكن الطعم بتاعها مش احسن حاجه. طيب هو مبدئيا سعر العرض ده 235 جنيه، الاثنين فطير والواحده البيتزا مارجريتا. طيب فين المكان؟ انا شايف ان هو لو هناكل فطير من عنده بس الفطير كويس، يعني ممكن نجرب الفطير حلو، لكن البيتزا انا بالنسبه لي مش افضل حاجه، وانا ما رجحهاش مره تانية ان اجرب بيتزا، لكن الفطير كويس جدا. طيب فين مكانه؟ ده في فرعين في اسكندريه، فرع في محرم بيه والفرع التاني في 45 قدام مستشفى عقبه الناحيه التانيه. طيب ككواليتي وكخامات متقدمه بالسعر ده انا شايف ان هي حاجه كويسه، يعني انا شايف كده. لكن بعيدا عن البيتزا لو سمحتوا اللي عايز يجرب اي حاجه من عند المطعم ده بلاش البيتزا، عنده فطير كويس جدا. المطعم ده اسمه افندينا، وزي ما انا قلت لكم موجود في مكانين، المكانين بتوعه فين؟ واحد في محرم بيه، انا ما عرفتش مكان في محرم بيه بالظبط فين. طيب انا ممكن اسيب لكم المكان التاني بتاعه في الكابتشن تحت، تمام؟ ده هيبقى العنوان بتاعه لو عايزين تعرفوه. لكن زي ما قلت لكم بلاش بيتزا من فضلكم، لان انا حاسس ان هي عجينه عيش مش عجينه بيتزا. يعني هي هشه وحلوه لكن دي عجينه عيش، حتى الاطراف بتاعتها باينه جدا ان هي عجينه عيش. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في اي حاجه جديده بتنزل وتكونوا اول ناس بتشوفوها، ونشوفكم في فيديو جديد، وسلام.